قندورة سون مونش، يعني قندورة بدون أكمام، بكل التفاصيل بالأخطاء والصحاح. نروحو دركا واش نقولو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم بنات معايا اليوم في قناتكم فضاء المرأة مع سعاد. الفضاء اللي راهو مشغول بكم وبطلباتكم، ان شاء الله بربي يديروا لي جيم وبارطاج للفيديو، وباش يعني يعني الفيديو يوصل اكبر عدد من المشاهدين. واش راح نخيطو مع بعضنا دركا؟ عندي قندوره هنا كما راكم تشوفوا، عندي هنا الكتان 3 مترات راني دايرته في الطول باش ندير البورطابل الشارجه وراني نصور. كما راكم تشوفوا هكذا في الطول، طبقاتو على 2. عندنا هذه قندوره بلا ذرعين كيما نقولوا سون مونش. عندي هذا هما اللي حنديرهم التيلو، هذا الفولار هذا اللي حندير به الذرعين. نحتاجو بالطبع مسطره، نحتاجو مقص، نحتاجو المطرة، اكيد هذو امور مفهوم منها. عندي 3 مترات كيما قلت لكم في الكتان. انا حليته كيما هكا كيما راكم تشوفوا، حتى الكتان مش متساوي يعني من هكا. هذيك بكري الحاشيه تاع لا ليزير هذيك راح نحيها. انا راح نقسم الكتان على 2. كون ندير الخياطه نتاع الداخل في الخارج ماهيش راح يخرج لي الكتان كيما نقولوا متساوي، يعني قادر هنا هكا يجي رطب، مثلا الامام يجي رطب والخلف يجي حرش بالعكس. هنا مولات القندوره تحب حرش كيمسو هكا. هنا راهو كي من الداخل كي تحبوا كيما هكذا يكون لكم كيما هكا، هاو كيما هكا وحرش، ما تحبش الرطب هذا. ولو كان ندير في صالة الداخل في الخارج راح تجيني نص رطب ونص حرش كيما نقولوا. انا راح نقسمه على 2، ولا ممكن نقدر نفصل فيه كيما هكا، بصح يعني نفضل اني نقسمه على 2 ونفصل كل الامام وحده والخلف وحده، ولا نحطهم فوق بعضهم ونفصلهم. المهم هكا باش تجيني العمليه سهله ما تجينيش صعيبه. انا راح نعدل الكتان تاعي مليح ونقصو ونرجع لكم نديرو مع بعضنا الباترون. درك البنات نروحو نخدمو مع بعضنا الباترون. انا درت الباترون الاساسي باش ما تدوخوش لا نتوما ولا انايا. عندنا الاطوال تاع القياسات نتاع الباترون. عندنا من هنا لهنا 20، وعندنا من هنا لهنا 20، وعندنا من هنا لهنا 20. هذا نتاع الصدر، وهذا نتاع الخصر، وهذا نتاع الحوض كيما نقولوا، ولا تاع البطن كيما نديرو. عندنا ديما المستطيل هذا وهذا عندهم كل 20 20 20 20. وضحتها في فيديو سابق. انا واش رسمت هنا؟ رسمت الباترون الاساسي تاعي. عندي عرض الكتفين من هنا لهنا 40، انا درت 20 سنتيمتر، خاطر هنا القماش هنا مطبق على 2، درت 20 سنتيمتر. درت الرقبه تاعي 8 سنتيمتر، هبطت بميلان الكتف هنا 2 سنتيمتر، وصلت من النقطه هذه للنقطه هذه. يعني احنا هادو ما نحتاجوش، لكن درتهم باش ما صعبش على روحي الامر. عندنا قائم الظهر ولا حردة الإبط كما يقولوا لها، من هنا من أعلى الكتف حتى لهنا درت 22 سنتيمتر. عندي محيط ربع محيط الصدر، ربع محيط الصدر. تهزي محيط الصدر تاعك عادي بالمترة، تقسميه على 4 وتزيدوا له 3 سنتيمتر. حق الخياطة 1 سنتيمتر و2 توسيع. هنا انا زدت له درت له هذا جاني كيما نقولوا الامور هذه جاتني 30.75 يعني 31. زدت لها 2 سنتيمتر حق البانسه هكا برك، يعني قاعد البانسه يعني مش حطلع لي الفوق، لكن هنا
يعني زدتها احتياط برك، وقادر يسمى يكون توسيع كيما نقولوا. سما درت محيط الصدر، درت من هنا لهنا درت 33 سنتيمتر. عندنا محيط الخصر، محيط الخصر تاعي جا 27، زدتلو 3 تاع لي بانس ولا لي 30 وزدت 1 سنتيمتر، يعني توسيع احتياط كذلك. يعني عندنا محيط الحوض، يعني محيط الحوض تقريبا نقولوا ما نحتاجوش، انا درت فيه 34 من هنا لهنا، وهو جاني 32، زدتلو 2 سنتيمتر 34. القندوره هذه تجي لارج كيما نقولوا عريضه، يعني انا قادره من بعد حتى من بعد نزيد شويه هكا في حق هكا الخيطه باش تجيلي سامبل. كيفاش نهزو نكملوا الساعه. هنا لي بانس خرجت من هنا الكتانه ندير على 2، من هنا لهنا خرجت 11 سنتيمتر، ودرت منا 1 سنتيمتر ومنا 1 سنتيمتر. هنا طول البانسان من هنا لهنا 25 سنتيمتر، بغيتو ديرو حتى 26، يعني انا على حسب الموديل اللي عندي. هذه هي كيما نقولوا البانسه اللي فيه، ماهيش هذيك اللي توصل حتى لهنا. عندنا الطول كيما راكم تشوفوا، نقول لكم عندنا الطول، وهذيك الخرجه اللي نخرجوها لكم الكاميرا هذا باش تشوفوا مليح. نديرو من اعلى نقطه تاع الكتف حتى لهنا، نحسبو هنا جاتني انا عندي الطول 143، انا درت 144، ومن بعد تمشي من اعلى الكتف وتحب تكملي كيما نقولوا البيطه تاعك 103 144 144 144 حتى توصلي هنا وتقصي. يعني الميلان تاعك هنا كيما قلت لكم القندوره لارج بزاف، تسمى انا ممكن نمشي الخط هذا حتى لهنا هكذا حتى لهنا هنا، ومن بعد نرسمو هنايا باش ما تجيناش القندوره من جنها. نروحو للرسمي تاعنا دركا تاع قندوره بدون كتف، يعني كيف راح نفصلها. انا عندي هنا نزلت من هنا من اعلى الكتف هنا حتى لهنا نزلت ب15 سنتيمتر، ومن بعد نزلت انا هنا في الحرد، هذا الحرد تاع الخلف، هذا تاع الخلف هنا كي رسمت حردة الإبط خرجت هنا 3 سنتيمتر، ورسمت حردة الإبط تاعي تجي جيست مع التري هذا. بعد نروحو هنا كيما قلت لكم من هنا لهنا هبطت 15 سنتيمتر، ومن بعد من هنا لهنا وليت هبطت ب1 سنتيمتر كيما راكم هنا تشوفوا. هنا 15 سنتيمتر وكيما نقولوا مشيت بخط مستقيم، ما هو لا نداير لا هكا لا نداير هكا، وخط مستقيم طول حتى للنقطه هذه هنا تاع التقاطع، باش انا من بعد نقص. خاطر ما انا القندوره اللي عندي ما جاتش كيما نقولوا مفصله هكا او هكا، جات هكا شغل هكا شويه وطلع شويه هكا. شوفوا طاش ستيلو نحط لكم ستيلو كيما قلت لكم انا القندوره تاعي ما جاتش مثلا ندايره هكا وندايره هكا، الصدر ما جاش نداير هكا وهكا، جا نداير هكا مايل هنا شويه هكا وطلع شويه هكا. في الامام ماهيش كيما نقولوا مفضوحه بزاف، والخلف كذلك، الخلف قل من الامام، عليها هبطت انا هنا ب1 سنتيمتر، عندك في الامام هبطت ب3 سنتيمتر باش تجيني الركبه شويه مفتوحه هكا. يعني هذه اهم نقطه، يعني هادو هما. بقاونا هنا باش ما يجيوناش الكتاف طايحين، راح نعرفكم كيفاش نديرو. كيما تشوفوا البنات انا هنا راني قصيت كيما هكذا، ها قلت لكم خط مستقيم، حنا باش ما يجيوناش الكتاف طايحين هكا، يخدموا سما كامل الخياطات يخرجوا من هنا لهنا 2 سنتيمتر كيما هكا. خرجت هنا 2 سنتيمتر ونعاود نقص الحردة هذه تاعي منها هكا ونكمل.
هنا كما راكم تشوفوا هنا كاين الميلان. نروح انا نقص الباطون تاعي كامل ومن بعد نرجع لكم. البنات هذا هو الباطون اللي حصلت عليه بعد ما قصيت وكملت لهي تحت مع الطلعه هذيك تاع الكفه اللي من تحت. نروح نعد لكم الجهه الاماميه كيفاش كما راكم تشوفوا هنا. الجهه الاماميه خدمتها بنفس الطريقه في القياسات. الاختلاف هنا برك كما قلت لكم نزلت هنا ب3 سنتيمتر. عندنا هنا في حردة الإبط ديما نخرجوا ب1 سنتيمتر. هنا كاين ثاني هنا الاختلاف ب1 سنتيمتر. نرسموا الحردة هذا كي نكونوا نديروا الباترون عادي. ووصلت كما قلت لكم من هنا لهنا بالخط، وراح نزيد نخرج من هنا ب2 سنتيمتر ونقص حردة الإبط نتاعي كما هكا ونكمل حتى لهيتا للتحت على الشي اللي درتو هنا. ما خططتش ما درتش. وراح نحط انا هذا الجزء هذا فوق الجزء هذاك باش نمد القياس نتاع قد كما نقولوا تاع التحريفه هذيك تاع هذاك نمدو قد باش تجيني الخلف زي الامام. نروح انايا نقص ومن بعد نرجع لكم. كما راكم تشوفوا البنات انا هنا قصيت حطيت نتاع الخلف فوق نتاع الامام اللي قصيتو، وقصيت باش يجيبني سما الجانبين في زوج كيفية. فانا بعدتكم انا برك باش تشوفوا هنا الزياده هذه تاع 3 سنتيمتر. هنا درت 1 وهنا درت 3 سما الفرق بيناتهم كما راكم تشوفوا. الباقي كلش جا قد نرجعها كيما هكا. الخصر جانا مع الخصر كلش جا قد ما القياس تاع الطول. هنا طول الزبونه تاعي هنا 1.42 متر. هنا كما راكم تشوفوا نعت لكم هذه هي القندوره تاعنا كيما هكا. نروحو نخدمو مع بعض الذرعين راح نديرهم بالدونتيل. البنات هنا انا ما فصلتش معكم الذرعين، كنت سبق درتهم في فيديوهات اخرين، لكن نطلب من اي خياطه يعني جات صدفه ومرت من الفيديو هذا نعت لي منه الخطا اللي درتو باش نستفادو كامل. انا قلت انني مجرد مبتدئه مانيش يعني خياطه متمكنه، واكيد راح نوقع في الاخطاء. نتمنى الفيديو تاعي هذا تشوفوا كاش خياطه متمكنه وتوضح لنا الامر وين يكون الخطا باش نستفادوا كامل. كما راكم تشوفوا البنات انا هنا بعد ما درت الطبطان والزبونه قيست القندوره تاعها جاتها في الزر هنا شويه عريضه. اضطريت نعاود نحل كلش. كملت لي بانس نتاوعي وما كانوا لي بانس واصلين حتى لهنا برك هنا، لكن انا يعني على حسب الموديل اللي عندي. لكن انا وليت عاودت اضطريت هذه لي من الخلف نكملهم حتى للصدر هنايا حتى لهنا الفوق. هنا نقصت 0.5 ومنا 0.5. اما في الامام كما راكم تشوفوا انا حكمت هكا الساعه بلي زيبانكل وسيت القندوره لقيتها مليحه. انا نقصت 1 سنتيمتر ومنا 1 سنتيمتر. انا ما عرفتش الديفو تاعي اللي درتو وين جا، لكن كي درت كيما هكا جاتني القندوره كيما يقولوا سوا جاتني مليحه. بركا راح نعاود نسفجها من دارة وجديد ونلصق الذرعين. هي جاتها في كلش مليحه غير هنا في الزر برك يعني الطول في الطائف هذاك جاتها بيان. هنا برك اللي جاتها ما باليش علاش جات هكذاك. مالغري مشيت بخطوات دايره. سما انا ننصحكم انه هكا كي ديروا كملوا طول التسفاج نتاعكم عفوا لي بانس تاعكم كملوهم حتى الفوق وديروا 1.5 منا 1.5 منا. ان شاء الله بربي في فيديو اخر راح نشرح لكم طريقه تاع لي بانس تاع الامام وتاع الخلف بالتفصيل. وحنا نخيط القندوره تاعي كيما راكم تشوفوا البنات. هذه هي القندوره تاعنا جات ما شاء الله يعني مازالت هي تسمسم. مانيش انا اللي راح نسمسم، كاينه وحده اللي راح تسمسم لها. هي جات ما شاء الله كما جاش يعني جاتني عريضه هكا شويه في الصدر،
كما قلت لكم على باليش وين هو الخطأ اللي درتو. زدت عاودت حليتها للمرة الثانية وزدت عاودت نقصت لها في الرقبة جاتها مليحة. المهم كما قلنا هذه هي القندورة تاعنا. نتمناو كما قلت وسبق وقلت اي خياطة متمكنة وشافت الفيديو تعطينا توضيح للاخطاء اللي وقعت فيهم. ان شاء الله بربي نتعلموا كامل، والى اللقاء في فيديوهات اخرى باذن الله. القندورة جات تحفة ما شاء الله. سلام.